دايما بتسألي نفسك هو أنا إزاي أقدر أفهم تركيبة الراجل؟ مش أنا اللي هقولك إزاي، لأني أنا عن نفسي ما قدرتش أفهمه. بس تعالي نقول مع بعض أسرار وخفايا في شخصية الراجل، أو زي ما نقول كده سيكولوجية الراجل. طبيعة الراجل بتكون إزاي؟ بصي يا حبيبة قلبي، الراجل بطبيعته شخصية استقلالية، مش بيحب الخنقة، مش بيحب حد يشاركه أفكاره وحياته. يعني مهما قالك شاركيني هيبقى جواه سر استحالة تعرفي بيه. هي دي طبيعته. دايما كده بتكون تفاصيل في حياته مستخبية. أنا مش بخوفك منه ولا عايزاك تروحي تقوليله في سر في حياتك لازم أعرفه. لا يا هبلة، خليه بطبيعته وبطلي تكوني فضولية. الراجل دايما في أوقات كتير بيحب يقول لأ، حتى لو كان مقتنع بالموضوع وواثق ان رأيك هو صح 100%. لكن كلمة لأ عنده بتخليه يحس انه قوي، مش عايز يحس انه ضعيف ورأيك انتصر عليه. دي هرمونات ذكورة بعيدة عنك. في بعض الرجالة، مش هقول كلهم، بتحسيهم انهم قفل. والله في راجل قفل مش بيحب يغير تفاصيل حياته، لا في شكله ولا في لبسه ولا حتى في تفكيره. مقتنع ان الراجل عليه يجيب فلوس والست هي خدامة، تجيب الطلبات وتكنس وتمسح وتربي وكل الحاجات اللي انت عارفاها. الراجل ده مفيش منه رجا، خلاص اتربى على كده. لو في مرة جيت اتناقشتي مع جوزك او صديقك او ابوكي او اخوكي في اي موضوع، دايما هيقولك ادخلي في الموضوع على طول. الراجل كده مش بيحب اللت والعجن، ومش بيحب وجع الدماغ. خلقه ضيق، هو كده، تركيبته كده، وكذاب اللي يقول غير كده. احنا دايما كستات بنحب نزوق في الكلام، هما لا خالص، كلامهم ناشف. اوعى يغرك الكلام الحلو المتزين في بداية العلاقة، سواء صداقة او ارتباط. خليكي ذكية وكلميه بلغته، كلمة ورد غطاها. نيجي بقى لأخطر نقطة، هي الشكل. الراجل عنده الشكل أهم من الروح. عنده حق والله، عايز لما يصحى كده على الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. بس هقولك ده بيعتمد عليك انت. أيوة، انت اللي سمعني. فالراجل دايما بيبص للجسم والشعر واللبس. بس لو انت عايز واحدة جميلة زي اللي بتشوفهم في السيما، لازم تساعد الست اللي معاك وتحتويها وتهتم بيها. غير كده هتلاقي جعفر العمدة جنبك. القرار قرارك، انت حر. او هتعيط او تشتكي. الراجل مش بيحب الست اللي بتقلل من قيمته او بتقلل من كرامته. حقه ولازم نديله حقه. كرامة الراجل اللي معاكي من كرامتك، والعكس صحيح. بس هنا في نقطة لازم تخلي بالك منها. اوعى تأثر في طلباتها وطلبات بيتك، ده من حقهم عليك. مش عيب ان يكون رزقك قليل، هي هتقف جنبك لو في مودة ورحمة. تصدقي ان في حاجة الراجل بيعملها اسرع منك؟ بيرتب ويجهز نفسه بسرعة في 10 دقايق بس. استغلي الموضوع ده بكلمتين حلوين وخليه يساعدك في مهامك اليومية. لو بيحبك هيعمل كده، ولو رفض شوفي انت بقى. انا بهدي النفوس. الراجل بطبيعته صياد، فهو دايما بيركز على الهدف. لو عايزك تبعدي عنه هيخترع لك 1,000,000 مشكلة علشان تبعدي عنه. ولو عايزك تقربي منه هيتغاضى عن كل مشكلة ومشكلة، زي ما نقول كده هيبلع لك الزلط. وزي ما انا قلتلك ان الراجل بيحب يلخص المواضيع في جملة، خير الكلام ما قل ودل. لكن الراجل اللي بيعيد ويزيد في الكلام وبيجيبلك الماضي من سنين، ده كده بيقولك انت خلاص انتهيتي من حياته. احنا كستات بنحط الراجل ب1,000,000 اختبار، وفي كل اختبار بينجح فيه بجدارة، ذكي وحويط. فالراجل هنا بموقف بيتأكد انك بتحبيه، وبموقف بيعرف انك عايشة معاه عيشة والسلام.
في نقطة مهمة جدا لازم تعرفيها، إن الحب عند الراجل بيعتمد على القيمة، بيعتمد على قيمته عندك، لكن الحب عندك بيعتمد على الكمية. إحنا كستات دايما بنركز في الأعداد، عايزة تسمعي كلمة بحبك 24 مرة في 24 ساعة، وعايزاه يتصل بيك 24 مرة في 24 ساعة، واحسبي على كده بقى. لا، كده غلط، أرجوكي اديله مساحة. في النهاية خليني أقول، كل راجل ليه طريقته في التعبير، لكن خلوا بالكم أهم حاجة لازم يكون في احترام متبادل. خلي دايما مقولة في حياتك، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فالراجل تركيبة سهلة جدا، لو احترمتيه وقدرتيه هتاخدي عيونه، لكن لو احترمتيه وقدرتيه وما صنش اللي عملتيه فما ينفعش تقولي عليه راجل.